مشاهدينا الفاضل، اهلا ومرحبا بكم من الفضاء الاريترية. نحييكم ونقدم اليكم نشرة الاخبار لهذه الفترة والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. دعوة للمواطنين بضرورة دفع الضرائب في اوانها. فرع الثروة الحيوانية بالقاشبركة ينظم دورة لضمان صحة الحيوانات. منتسبو شرطة الإقليم الأوسط والمحكمة الخاصة يتبرعون بالدم. مقتل نحو 150 من عناصر عصابة إجرامية في نيجيريا بكمين نصبه الجيش. فرنسا وبريطانيا تعلنان تنسيق الردع النووي لحماية أوروبا. محادثات صريحة بين واشنطن وموسكو. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. حث رئيس فرع مصلحة الإيرادات الداخلية في الإقليم الأوسط السيد مكنن برختعاب دافع الضرائب التصريح بدخلهم الحقيقي ودفع ضرائبهم في الوقت المحدد. وأكد السيد مكنن أن مصلحة الضرائب تجمع الضرائب وفقا ل7 قوانين وإعلانات صدرت منذ عام 1994. وأشار إلى وجود ما يصل إلى 70,000 من دافعي الضرائب في الإقليم الأوسط، مضيفا أنه سيتم فرض غرامات على من لا يصرح بدخله ويدفع ضرائبه في الوقت المحدد. وأوضح أن الخطط المستقبلية تشمل إشراك دافعي الضرائب الذين لا يصرحون بدخلهم بدقة في دفع الضرائب، وتنظيم دورات تدريبية لزيادة قدرة العاملين في هذا المجال، وتنظيم محاضرات دافعي الضرائب وإطلاق حملات توعية. ولفرع الإيرادات الداخلية 5 مكاتب في الإقليم الأوسط ومكتب واحد في منطقة بلوغوعان 7. أجرى فرع الثروة الحيوانية في إقليم القاشبركة تدريبا للمهنيين وممثلي المزارعين في إطار جهوده لضمان صحة الحيوانات وإثراء منتجاتها كما ونوعا. وشارك في التدريب الذي أقيم في مدينة غردات في الفترة من 14 من يونيو وحتى 7 من يوليو 50 متخصصا في صحة الحيوان، بما في ذلك 21 امرأة قادمنا من 15 مديرية تابعة للإقليم، بالإضافة إلى أفراد ومؤسسات التصنيع وممثلي المزارعين. وأوضح ممثل الفرع سيد كبروم تخل مريم أن الهدف من التدريب هو التخفيف من مشاكل الإدارة والعلاج في مجال صحة الحيوان وخلق بيئة حيث يمكن للحيوانات بشكل عام والمواشي بشكل خاص أن تزدهر وتزيد إنتاجيتها، فضلا عن تحقيق استراتيجية الغذاء المغذي للجميع وفي كل مكان. وأشار المشاركون إلى أن الدورة نظمت في الإقليم الذي يحتوي على إجمالي 60% من ثروات المواشي على مستوى الوطن. وذكروا أن التدريب النظري والتطبيقي تضمن أهمية وفوائد مزارع الدواجن وطرق الوقاية والعلاج من أمراض الدواجن وتربية المواشي وعمليات التربية الحديثة وأمراض الأبقار والوقاية منها وعلاجها والأمراض المعدية من المواشي إلى الإنسان وعواقب الاستخدام غير الآمن للأدوية البيطرية وإدارة الأدوية واللقاحات، بالإضافة إلى الأضرار الصحية والاقتصادية لأمراض المواشي. ونشد مدير مديرية غردات السيد إسحاق طعوم ومسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد تيدروس دريغرغيش المتدربين بتحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة للمساهمة في المحافظة على صحة المواشي، مؤشرين بأن التدريب هو جزء من البرامج التي يتم تنفيذها لتحقيق أهداف وزارة الزراعة. وقال مسؤول وحدة صحة الحيوان في إقليم القاشبركة السيد سامي الكفلسيون بدوره أنه سيتم إعداد وتوزيع كتب مرجعية حول صحة الحيوان غريبا. وحث المشاركون لإبلاغ الجهات المختصة في حال ظهور مرض في المواشي التي ترعى بالقرب منهم. تبرع أفراد شرطة الإقليم الأوسط والمحكمة الخاصة بإجمالي 150 وحدة دم يومي 10 و11 من يوليو لإثراء احتياطي بنك الدم الوطني. وذكر المتبرعون أنهم يدركون أهداف بنك الدم الوطني وجمعية المتبرعين بالدم، وأنهم يتبرعون بوعي في هذا الوقت نظرا إلى نقص موارد الدم في موسم الصيف. وأوضح مسؤول الخدمات الطبية في شرطة الإقليم الأوسط الملازم رداء كاسا أن التبرع بالدم يتم 4 مرات في السنة بشكل منتظم في مقر شرطة الإقليم ومراكز الشرطة وشرطة المرور في مدينة أسمرة. وأشادت مساعدة التمريض في بنك الدم الوطني الممرضة ألما زكرياس بالمبادرة التي اتخذتها شرطة الإقليم الأوسط والمحكمة الخاصة، وحثت الجمعيات والمؤسسات الحكومية الأخرى على أن تحذو حذوها.
وذكر المدير الطبي لبنك الدم الوطني الدكتور يوحنس تخصي أن التبرع بالدم من قبل المؤسسات الحكومية والجمعيات خلال فصل الصيف يلعب دورا مهما في سد النقص الذي يظهر سنويا مع إغلاق المدارس، مناشدا المؤسسات الأخرى إلى الانضمام إلى هذه المبادرات الإنسانية. تم تنظيم دورة في مجال الإدارة والإدارة المالية للمدراء الإداريين المنتخبون حديثا وأعضاء إدارات الضواحي وأعيان القرى وجامع الضرائب وأمناء الصناديق بمدينة فعبت في الفترة من 8 وحتى 10 من يوليو الجاري. وتضمن التدريب الذي نظمته وحدة تنمية الموارد البشرية بإقليم شمال البحر الأحمر التخطيط للعمل وأهميته وإدارة المالية والأصول وتعزيز أخلاقيات العمل والإنتاجية وإدارة السجلات والوثائق وإدارة المشاريع بالإضافة إلى حل النزاعات في مكان العمل. وحث مدير مديرية فعبت السيد أحمد محمد نور رجب حث المتدربين على تطبيق المعرفة المكتسبة وجمع ضرائب الأراضي والثروة الحيوانية في الوقت المحدد وتجهيز الإيصالات التي يتم الاحتفاظ بها لدى الإداريين ليتم تقديمها للمعنيين في الوقت المحدد. تبرع الإريتريون المقيمون في السويد بأكثر من 105,000 كورونا سويدية لدعم صندوق أمانة الشهداء، وبناء على ذلك تبرع أعضاء فرع الاتحاد الوطني للمرأة في ستوكهولم ب2000 كورونا سويدية، وأم لم ترغب في الكشف عن اسمها ب2500 كورونا سويدية، وجمعية نساء جنوب ستوكهولم هوغ دالين ب5000 كورونا سويدية، وجمعية نساء هوسبي شيستا أكالا ب5600 كورونا سويدية، وجمعية مدهاني ألم ستوكهولم ب3000 كورونا سويدية، والمؤلفة ريم تسفون ب3000 كورونا سويدية حسب ما أفاد به مسؤول المالية في لجنة تنسيق الاحتفالات في السويد السيد ناغاسي غويتوم. بالإضافة إلى ذلك تبرعت جنة تولي بمبلغ 5000 كورونا سويدية باسم شقيقها الشهيد، والسيدة إمنت تخلي ب2000 كورونا سويدية نيابة عن شقيقيها الشهيدين. وقعت هيوان الترفيهية بمبلغ 2000 كورونا سويدية، كما تبرعت مجموعة مسافري شار هولمان ب14,000 كورونا سويدية، وأهالي ويلينغ باي هيسلبي بمبلغ 25,000 كورونا سويدية، بالإضافة إلى تبرع ابنة الشهيد السيدة يوديت أسفها بأكثر من 35,000 كورونا سويدية. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فقم معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. قتل الجيش النيجيري ما لا يقل عن 150 مسلحا من عناصر عصابة إجرامية في كمين نصبه لهم في ولاية كيبي شمال الغرب، بحسب ما أعلن عنه مسؤول سياسي محلي. وقال حسيني بينا المدير السياسي لمنطقة دانكو وساغو أن أكثر من 150 من قطاع الطرق قتلوا خلال العملية العسكرية التي شاركت فيها قوات برية وطائرات مقاتلة. وأضاف أن الجيش نصب كمينا لقافلة كبيرة من عناصر هذه العصابة المسلحة أثناء مرورها عبر قرى ولاية كيبي. وبحسب المصدر فقد اندلعت بين الجيش وأفراد العصابة معركة بالأسلحة النارية استمرت ساعتين. اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة إلى المملكة المتحدة استغرقت 3 أيام، وأعلن البلدان استعدادهما لتنسيق قدراتهما في مجال الردع النووي في خطوة غير مسبوقة تعكس تغيرا عميقا في العقيدة الدفاعية لكلا البلدين، وذلك في ظل ضمان أمن القارة الأوروبية. ووقع ماكرون ومضيفه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إعلانا جديدا يؤكد للمرة الأولى أن وسائل الردع النووية الخاصة بكلا البلدين مستقلة، لكنها قابلة للتنسيق وفق إفادات كل من وزارة الدفاع البريطانية وقصر الإليزيه. كما أعلن الجانبان تسريع تطوير مشروع الصواريخ المشتركة، بالإضافة إلى إطلاق مرحلة جديدة في مشروع تطوير صواريخ كروز وصواريخ مضادة للسفن، والتي تأخر تطويرها بعض الشيء. أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأنه أجرى مع نظيره الروسي سيرجي لافروف محادثات صريحة حول أوكرانيا خلال لقائهما على هامش اجتماع وزراء خارجية تكتل آسيان في مدينة كوالالمبور. وقال روبيو أنه عبر أمام لافروف عن إحباط وخيبة أمل لدى إدارة الرئيس دونالد ترامب إذا انعدام التقدم باتجاه تحقيق سلام في أوكرانيا. لكن الوزير الأمريكي قال أن نظيره الروسي قدم فكرة جديدة أو مفهوما جديدا بشأن أوكرانيا خلال لقائهما في ماليزيا سيتولى نقله إلى الرئيس دونالد ترامب لمناقشته.
في الخبر الأخير قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن بلاده تريد الاستفادة من الخبرات التركية في مجال الصناعات الدفاعية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان عقب لقائهما في العاصمة إسلام أباد في اجتماع شارك فيه وزير الدفاع التركي إيشار جولر. وأكد رغبة باكستان في الاستفادة من الخبرات التركية في مجال الصناعات الدفاعية وتعزيز التعاون الثنائي بما يساهم في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة. وشدد وزير الخارجية الباكستاني على أن بلاده تعتبر تركيا صديقا موثوقا به. في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. دعوة للمواطنين بضرورة دفع الضرائب في أوانها. فرع الثروة الحيوانية بإقليم القاشبركة ينظم دورة لضمان صحة الحيوان. منتسبو شرطة الإقليم الأوسط والمحكمة الخاصة يتبرعون بالدم. مقتل نحو 150 من عناصر عصابة إجرامية في نيجيريا بكمين نصبه الجيش. فرنسا وبريطانيا تعلنان تنسيق الردع النووي لحماية أوروبا. محادثات صريحة بين واشنطن وموسكو. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.